يا مساء الخير حبايبي طلبة تانية ثانوي. ان شاء الله النهارده يا شباب مع بعض في الفيديو ده هنعمل سمري ملخص شرح شرح للدرس الثالث شابتر 3 بيريودك تيبل طلبة تانية ثانوي. طيب الدرس الثالث في شابتر 3 في البيريودك تيبل في مادة الكيمستري بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الايونيزيشن انرجي او بيسموها الايونيزيشن بوتنشال. بصوا بقى يبدأ الكلام بايه؟ حبيب قلبي كنا خدنا قبل كده عشان بس نخش في الموضوع على طول ما نضيعش وقت. طبعا زي ما قلت لكم البي دي اف بتاع ملزمه شرح الدرس الثالث موجود على قناه التليجرام، هتلاقوا لينك جروب التليجرام موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. تخشوا على الديسكربشن تدوسوا على لينك جروب التليجرام تخشوا وتشتركوا عليه وتحملوا الملزمه، وهتلاقوا برده موجود على جروب الفيسبوك بتاعتنا. يعني لو التليجرام معلق في جروب فيسبوك بنحط عليه الحاجه بعنوان امير سلامه كوميونتي، برده كله يشترك على الجروب ده. بصوا يا جماعه، اي ماده خلقها ربنا بتتكون من حاجه اسمها اتوم، والاتوم فيها في النص حاجه سوليد اسمها النيوكليوس، وحوالين الاتوم في 7 انرجي ليفلز 1 2 3 4 5 6 7 كانت حروفهم كي ال ام ان او بي كيو. حلو قوي. وكان الالكترون بيقعد على الانرجي ليفل ده، كان الالكترون بيقعد على الانرجي ليفل. القصه فاكر زمان في شابتر 2 القصه بتاعت حماتي وخطيبتي وعايزه تتنقل لشقه اعلى؟ فاكرين انتوا القصه دي؟ فاكرينها؟ بصوا بقى حضرتك، كنا بنقول ان الماده لما بتتعرض لهاي تمبريتشر او لو بريشر ايام شابتر 2 كانت الماده بتكتسب طاقه، والماده لما كانت بتكتسب الطاقه كان بياخدها الالكترون ده وكان بيتنقل لمستوى اعلى. كل ده شابتر 2، لو انت مش فاكره اديك بتسمعه تاني من جديد. اي ماده خلقها ربنا فيها اتوم وفيها كل المحتويات دي. طب المواد اللي ربنا خلقها دي لو جينا سخناها عرضناها لهاي تمبريتشر او للو بريشر، ايه اللي بيحصل؟ كانت الالكترونز اللي جوه الماده دي بتتنقل من الانرجي ليفل اللي هي فيه الانرجي ليفل اعلى، وكانت تبقى اكسايتد، وساعتها الاتوم ما كانتش بتبقى راضيه عنها وبتبقى انستيبل، فبتجبرها تاني انها ترجع للجراوند ستيت الاصليه بتاعتها، وكانت قصه كده كبيره. السؤال، طب لو الماده دي اكتسبت كميه انرجي كبيره قوي، ايه اللي بيحصل؟ هل الالكترون بيتنقل لمستوى اعلى ولا بيخرج بره خالص؟ قال لك بيخرج بره خالص. طب الانرجي الكبيره قوي دي هتسموها ايه؟ هنسميها ايونيزيشن انرجي. يبقى الايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتكتسبها فبتخلي الالكترون يخرج لبره خالص. فاهم كده القصه ماشيه ازاي؟ يبقى لما تسمع ان الماده اكتسبت ايونيزيشن انرجي، ده معناها ان الماده خسرت الكترون. ليه؟ اصل الماده خدت انرجي كبيره قوي، بدل ما ترقي الالكترون لمستوى اعلى لا دي نطرته خالص، خرجته خالص. فهو ده معنى الايونيزيشن انرجي، او هي دي دخلت الدرس. فالايونيزيشن انرجي بقى بيقول لي سعادتك ايه؟ بيقول لك when an atom acquires an amount of energy، لما الاتوم الماده تكتسب كميه من الطاقه. its electron are transferred to a higher energy level. اي ماده لما بتكتسب كميه من الطاقه الالكترونز بتتنقل لانرجي ليفل اعلى. حلو، فبتبقى excited. But if the atom acquires a great amount of energy، لكن لو الماده دي اكتسبت كميه amount of energy عاليه، ايه اللي بيحصل؟ the most loosely bound electron. يعني ايه most loosely bound electron؟ يعني اخر الكترون قاعد. كلمه most loosely bound electron يعني last electron. last electron. لو الماده اكتسبت كميه طاقه كبيره، اللاست الكترون ده يا جماعه will be completely removed، هينتقل. ما هو اخر الكترون ده يا جماعه لو الماده اخذت انرجي هيروح فين؟ ما هو في الاخر، فايه اللي هيحصل؟ هيطلع لبره، فwill be completely removed. طب ولما الالكترون يطلع ده معناه ان الماده خسرت الكترون نيجاتيف. طب ولما الماده تخسر الكترون نيجاتيف البوزيتيف بتاعتها مالها؟ يزيد. فلما الماده بتكتسب ايونيزيشن انرجي ساعتها هي بتخسر الكترون وبتتحول الى بوزيتيف ايون، بتبقى الايون بتاعتها بالبوزيتيف، والانرجي اللي بتنقل الالكترون لمستوى بعيد او بتخلي الالكترون يخسره خالص اسمها ايونيزيشن انرجي او ايونيزيشن بوتنشال. يبقى احنا ممكن نكتب بالعربي عند التعريف ده كده حاجه مع بعضينا، او لو معاك المعاصر اكتب ورايا، او لو معاك ملزمه اي مدرس تاني اكتب ورايا. اكتب عند الايونيزيشن انرجي بالعربي انها الانرجي اللي الماده بتكتسبها عشان تخسر الكترون وتتحول لبوزيتيف ايون. تاني، الايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتكتسبها عشان تخسر الكترون وتتحول الى بوزيتيف ايون. كلام سليم وفهمناه وفهمنا مستر انت عايز تقول ايه هنا. طيب ايه اللي بعد كده بقى عايزين نقوله مع بعض؟ ايه اللي بعد كده عايزين نقوله مع بعض؟ بصوا معايا، بصوا معايا، يلا بينا. بيقول لك ان الايونيزيشن انرجي is the amount of energy required، هي كميه الانرجي اللي بحتاجها to remove the most loosely bound electron.
هي كميه الطاقه اللي بحتاجها عشان اخسر الكترون، والماده تتحول لبوزيتيف ايون. عايز بس اقول لك على حاجه، ان الماده دي عشان تكتسب انرجي وتخسر الكترون شرط اساسي، ان الماده تكتسب انرجي وتخسر الكترون في شرط اساسي، ان الماده تكون في حاله الجازيوس ستيت، يعني لازم ان الماده تكون جاز. فالماده لما تكون في حاله الجاز ساعتها الماده بتكتسب الانرجي وتخسر الالكترون عادي. فبصوا كده مثلا الام اكتسبت ايونايزيشن انرجي وتحولت لام بوزيتيف وخسرت الالكترون، طبعا الالكترون بخسره فبيتكتب قبل بعد السهم، الانرجي بكسبها فبتتكتب قبل السهم، والماده بعد السهم بقت ام بوزيتيف عشان خسرت الكترون. تعالى كده افهمك ايه المثال ده. بص طبعا زي ما انتم عارفين مش محتاج اكتب والله، الصوديوم رقم 11 بيتوزع ازاي؟ 281. طب الصوديوم ده بيبقى اخر 1 فبيبقى انستيبل، قلنا عشان يبقى ستيبل يجين 7 ولا يلوز 1؟ يلوز 1. طب الصوديوم ده عشان يخسر ال1 هل بيخسره ببلاش؟ قال لك لا، لازم ماده الصوديوم تكتسب ايونايزيشن انرجي علشان تخسر الالكترون اللي في الاخر اللي هي عايزه تخسره ده وتتحول لصوديوم بوزيتيف 1. تيك كير ان الماده عشان تخسر الكترون لازم تكون في حاله الجاز، لازم تكون في حاله الايه؟ الجاز. وطالما الانرجي قبل السهم يعني الماده بتكتسب انرجي، نقول عليها عمليه اندوثيرميك. يعني ايه اندوثيرميك؟ يعني الانرجي قبل السهم والدلتا اتش بالبوزيتيف. يبقى تاني دايما الايونايزيشن انرجي بتتكتب قبل السهم، عشان كده بقول ان العمليه دي عمليه اندوثيرميك والدلتا اتش بتكون بالبوزيتيف. يبقى تالت اي ماده عشان تخسر الكترون لازم تكتسب انرجي، فالانرجي بتتكتب قبل السهم، الايونايزيشن انرجي بتتكتب قبل الايه؟ السهم، والدلتا اتش بتكون بالبوزيتيف. هو دي فكره الايونايزيشن انرجي باختصار. ليه يا بابا بقول اندوثيرميك؟ ثيرميك يعني حراره، ما هي الايونايزيشن انرجي دي بتبقى في شكل حراره، فالماده بتكتسب الحراره، فطالما الحراره اتكتبت قبل السهم يبقى ده انتر قبل السهم، وتبقى الدلتا اتش بالبوزيتيف. عدتها لك كذا مره اهو. ايه بقى ملخص القرف ده؟ تعالى وانا اقول لك ايه ملخص القرف ده. بصوا معايا، كلمه تايبس اوف ايونايزيشن انرجي دي فيرست سكند ثيرد، انا هقدر ان انا اشرحها لك من قبل ما افهمها لك. بص معايا، هنا ام اتحولت لام بوزيتيف 1 بلس الكترون، يعني هنا ام خسرانه ايه؟ خسرانه الكترون. طب هنا ام كان ببوزيتيف 1 واتحولت لام بوزيتيف 2، يبقى كده ام دي خسرانه اول الكترون ولا تاني الكترون؟ لا تاني الكترون. بص يا روح قلبي، اللي بيحصل هنا ان من ام الام بوزيتيف 1 انت خسرت اول الكترون، فدي بيسموها الفيرست ايونايزيشن انرجي. فالفيرست ايونايزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر اول ايه؟ الكترون. كانت بام وبقت بام بوزيتيف 1، فدي بيسموها طبعا هنا خسرت الكترون فالدلتا اتش بالبوزيتيف، فدي بيسموها الفيرست ايونايزيشن انرجي. الفيرست ايونايزيشن انرجي معناها ايه بالعربي؟ الانرجي اللي الماده بتكتسبها عشان تخسر اول الكترون عشان تحول ام بوزيتيف 1. طب هنا بقى، هنا كانت ام بوزيتيف 1 وتحولت لام بوزيتيف 2، يبقى ده معناها ايه؟ يبقى ده معناه ان ماده ام بتخسر تاني الكترون، فساعتها الانرجي اللي بتعملها مش بيبقى اسمها ايونايزيشن انرجي وبس، لا يقولوا عليها سكند ايونايزيشن انرجي. يعني ايه؟ يعني الانرجي اللي ماده ام اكتسبتها عشان تخسر تاني الكترون. هنا بقى كانت ام بوزيتيف 2، يعني ام خسرانه اوريدي 2 بقت ام بوزيتيف 3، يعني من هنا خسرت الالكترون الثالث، فنقول على الرقم ده ان ده الثيرد ايونايزيشن انرجي، يعني الانرجي اللي ماده ام اكتسبتها عشان تخسر ثالث الكترون. ايه اللقطه؟ اللقطه انه بيقول لك ان الفيرست اقل من السكند والسكند اقل من الثيرد. عارف ده معناه ايه؟ اكتب بالعربي من قبل ما اشرح يوم. انك كل ما بتخسر الكترون زياده الايونايزيشن انرجي بتزيد. تاني، كل ما بتخسر الكترون زياده الايونايزيشن انرجي ايه؟ بتزيد. يعني بصوا اما لما خسرت اول الكترون هنا بقى تاني الكترون، هنا ثالث الكترون، كل ما بتخسر الكترون زياده الدلتا اتش دي رقمها بيزيد، الايونايزيشن انرجي بتزيد. طب ليه؟ تعالى اقول لك ليه. تخيلوا كده معايا القصه دي وانتوا قاعدين ورا الشاشه، تخيلوا بقى معايا. بصوا يا شباب، عايزين نقول ايه؟ انا امير، في 3 قدامي قافش فيهم كده، 1 2 3، فانا في 3 اشخاص قدامي انا قافش فيهم كده، ماسك فيهم قفش. ال3 اللي انا قافش فيهم دول مين اسهل واحد فيهم يهرب؟ الاول ولا الاخير؟ سمعك الاخير. ليه؟ اصله مش ممسوك جامد على عكس الاول ده قريب منك قوي، فالاخير ده اسهل واحد يهرب. تمام. طب اللي قدام منه اللي هو اللي في النص عشان يهرب هيعمل نفس المجهود اللي عمله الاخير ولا هيعمل مجهود اعلى؟ لا اكيد اللي في النص هيعمل مجهود اعلى لانه ممسوك اكتر. حلو قوي. طب واللي في الاول خالص عشان يهرب هيعمل نفس مجهود الثاني والثالث ولا اعلى منهم؟ لا اعلى منهم يا مستر. ليه؟ لانه ممسوك اكتر. ايه ده؟ طب ما انت قلت اهو كل ما بخسر واحد زياده الايونايزيشن انرجي بتزيد. ليه؟ لان حضرتك اللي بيحصل ان تعالوا كده اكتبها لكم احسن. بصوا كده لو كتبت هيبقى شكلها افضل بكتير. بصوا معايا، اللي بيحصل يا شباب ان انت بيبقى عندك هنا اتوم،
سوري بقى خبط. والاتوم فيها ايه؟ في النص سوليد اسمها النيوكليس، وهنا في انرجي ليفل وهنا انرجي ليفل وهنا انرجي ليفل. طبعا النيوكليس دي بالبوزيتيف والالكترونز دي بالنيجاتيف. مين اكتر الكترون ممسوك؟ ده، فده اصعب واحد يطلع، وده اقل شويه وده اقل خالص. فاسهل الكترون يطلع هو اخر واحد. طب واللي بعده هيطلع بس يعمل مجهود اعلى شويه، طب واللي بعده هيطلع بس يعمل مجهود اكتر واكتر. يبقى اذا يا جماعه اللي انا عايز اوصله ان احنا كل ما بنخسر الكترون زياده الايونيزيشن انرجي ايه؟ بتزيد، لان الالكترون ساعتها بيبقى قريب من النيوكليس فبيبقى ممسوك جامد فبيبقى صعب ان انا اخسره. يبقى تاني، كل ما بخسر الكترون زياده الايونيزيشن انرجي بتزيد. ليه؟ لان الالكترون بيقرب فبيبقى ممسوك اكتر للنيوكليس فبيبقى صعب ان انا اخسره. اتمنى ان انت تكون فهمت الجزئيه دي، هي دي فكره الجزء اللي انا لسه شارحه ده دلوقتي. طيب بصوا بقى، مغنيسيوم از اكزامبل، انا بقى مش محتاج اتكلم، عايز بقى اوصل لك حاجه انا معينه. باشا هو المغنيسيوم ده رقمه كام؟ حضرتك يا مستر المغنيسيوم ده رقمه 12. بيتوزع ازاي؟ 2 8 2 فبينتهي ب 2. المغنيسيوم ده بيحب يخسر كام؟ 2. طيب لو عايز يخسر اول واحده سهله، ثاني واحده سهله. فالمغنيسيوم عنده الفيرست ايونيزيشن انرجي، يعني الانرجي اللي بيكتسبها عشان يخسر اول الكترون سهله عادي. وعنده سكند ايونيزيشن انرجي، يعني الانرجي اللي بيكتسبها عشان يخسر ثاني الكترون برضه سهله. هل بقى الواطي ده المغنيسيوم ده يقدر يخسر ثالث الكترون؟ هل يقدر يخسر 3 الكترونات ولا اخره 2؟ اكيد اخره 2. ليه؟ لأن المغنيسيوم لو فكر يخسر الثالث هيضطر يخسره من ال8، وال8 ده انرجي ليفل مليان صعب ان اخسر منه، لأنه بيخلي المادة مور ستيبل. فأنت يا شاطر روح العب بعيد، أنت آخرك تخسر 2 وصعب تخسر الثالثة، ولو حولت هتبقى صعبة جدا لأنك هتضطر تخسرها من انرجي ليفل مليان. عشان كده لو خدتوا بالكم المغنيسيوم كان ام جي عادي وبقى ام جي بوزيتيف 1، من هنا لهنا خسر أول إلكترون، فالفيرست اي بي بتاعته ب 737. الارقام للفرجه مش للحفظ. هنا ام جي بوزيتيف 1 بقى ام جي بوزيتيف 2، يعني كان خسران واحده وبقى خسران 2. اذا الانرجي دي السكند اي بي او السكند اي اي، يعني الانرجي، يعني دي الانرجي اللي المغنيسيوم عاملها عشان يخسر الالكترون الايه؟ الثانيه. بص الاولى ب 700 وحاجه، الثانيه ب 1400. ما هو طبيعي كل ما بخسر الكترون زياده الايونيزيشن انرجي بتزيد. حلو، الارقام للفرجه مش للحفظ. فبص، طالما الماده معناش حاجه يبقى باور زيرو، من زيرو لبوزيتيف 1 يبقى انت خسرت واحده، طب من بوزيتيف 1 لبوزيتيف 2 يبقى انت خسرت الثانيه. فانت عشان تخسر الاولى عملت 700 وحاجه، عشان تخسر الثانيه 1400 وحاجه. امير قال لك عشان تخسر الثالثه صعبه ولا مش صعبه؟ صعبه، بس امير ما قالش مستحيله، قال صعبه. فبص هنا المغنيسيوم كان ببوزيتيف 2 وتحول لبوزيتيف 3، يعني كان خسران 2 وبقى خسران 3. بص بقى هنا الايونيزيشن انرجي بكام؟ 7730. مستر هو انت قلت ان انا كل ما بخسر الكترون زياده الايونيزيشن انرجي بتزيد، بس مش كده، يعني انا كنت ب 700 وحاجه بقت ب 1400 ماشي، لكن ده انا من هنا لهنا نطيت من 1400 ل 7000. دي الايونيزيشن انرجي زادت قوي يا مستر فجاه. هي ليه زادت قوي كده؟ عشان انت حبيت تخسر الالكترون الثالث، وامير شاور لك فوق وقال لك ان الالكترون الثالث ده عشان تخسره هتخسره من انرجي ليفل مليان، ودي عمليه صعبه جدا. عرفت ليه بقى نطت؟ يبقى ممكن نتكلم بكلمة زيادة وزيادة اوفر. انا كل ما بخسر الكترون زيادة الايونيزيشن انرجي بتزيد. طب امتى الايونيزيشن انرجي تزيد زيادة اوفر؟ لما الالكترون اللي هخسره ده اكون بخسره من انرجي ليفل مليان. يبقى الايونيزيشن انرجي بتزيد زيادة اوفر لما الالكترون اللي انت بتخسره ده تكون بتخسره من انرجي ليفل ايه؟ مليان. ساعتها الموضوع بيبقى صعب جدا، لان الماده بتكون فيري ستيبل. هو ده الكلام اللي احنا بنشرحه لك في الجزئيه دي. فالايونيزيشن انرجي بتزيد زياده اوفر لما تخسر الكترون من انرجي ليفل مليان. طبعا ده معناه ان اي ماده في جروب 1 a، طبعا انا علمتكم قبل كده ان رقم الجروب هو عدد الالكترون في اخر انرجي ليفل. فانا لو جبت اي ماده من جروب 1 a هيبقى عندها اخر انرجي ليفل في كام الكترون؟ 1. اي ماده من جروب 2 a هيبقى عندها اخر انرجي ليفل في كام الكترون؟ 2. اي ماده في جروب 3 a هيبقى عندها اخر انرجي ليفل في كام الكترون؟ 3. لو انت جيت يعني توزعها بطريقه ال 2 8 مش عارف ايه دي. حلو. طب هو اي ماده في جروب 1 اي عندها اخر انرجي ليفل في كام؟ 1. واي ماده في جروب 2 اي 2، اي ماده في جروب 3 اي 3. حلو، كنت عايز تقول ايه ولا نسيت؟ لو انا جبت لك ماده من جروب 1 اي دي عندها اخر انرجي ليفل في كام؟ 1. يعني الماده دي اخرها تخسر كام الكترون بسهوله؟ 1. فالماده دي عندها الفيرست اي بي عاديه،
لكن السكند اي بي هتبقى زياده ولا زياده اوفر؟ لا زياده اوفر. مستر اي ماده في جروب 1 ايه اخرها تخسر بسهوله 1، عشان تخسر الثاني لا ده حوار يا مستر، لانك هتضطر تخسره من الثمانيه وده انرجي ليفل مليان. فدايما المواد اللي في جروب 1 ايه بيبقى عندها السكند ايونيزيشن انرجي عاليه ولا مش عاليه؟ عاليه، لان بضطر اخسر من انرجي ليفل مليان. طب لو انا جبت لك ماده من جروب 2 ايه دي هيبقى عندها اخر انرجي ليفل فيه كام؟ 2، يبقى الماده دي اخرها تخسر كام الكترون بسهوله؟ 2. فعشان تخسر الثالث لا صعبه جدا، صعبه جدا انك هتخسر من الثمانيه وده انرجي ليفل مليان. طب لو جبت لك اي ماده من جروب 3 اي دي عندها الفيرست والسكند والثيرد عاديين بيزيدوا زياده عاديه، بس الفورس لا صعبه جدا، لان اي ماده من جروب 3 اي هيبقى اخرها 3 فيبقى اخرها تخسر 3 الكترونات بسهوله. الرابعه صعبه جدا. فهمتوا القصه؟ يبقى انت على حسب الماده اخرها تخسر كام بسهوله، اللي بعدها ده الايونيشن انرجي فيه بتزيد زياده اوفر، بتزيد زياده ايه؟ اوفر. لكن غير كده بتكون الزياده تدريجيه وعاديه جدا. نيجي بقى للجزئيه دي مع بعض نكملها ونشوف بتقول ايه. طيب نكمل مع بعضينا. ترندز ان بيريودك تيبل. بصوا بقى، كنا قلنا قبل كده اني في الحصه اللي فاتت الدرس الثاني، الناس اللي ما شافتش الدرس تروح على تتفرج عليه، تمام؟ من الشمال لليمين الاتوميك راديوس ماله؟ بيقل. اكتب بقى هنا من قبل ما اشرح بمليك، اكتب من الشمال لليمين الراديوس بيقل. من الشمال لليمين الراديوس بيقل، فالشد بيزيد، فالشد بيزيد، فالايونيزيشن انرجي بتزيد. اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اكتبوا بقى اللي انا مليته ده وركزوا معايا. ادي الاتوميك راديوس يفضل يقل يقل لحد ما يقل خالص. اللي بيحصل ان احنا واحنا ماشيين بالعرض اكروس ذا بيريود من الشمال لليمين الاتوميك راديوس بيقل. فاللي بيحصل ان في البدايه المسافه ما بين البوزيتيف نيوكليوس والنيجاتيف الكترون بتبقى كبيره، فالالكترون بيبقى قاعد بعيد فمش مشدود قوي فسهل اخسره. اما بقى في الاخر المسافه ما بين البوزيتيف نيوكليوس والنيجاتيف الكترون بتقرب، فالالكترون بيبقى مشدود قوي للايه؟ للنيوكليوس البوزيتيف، فبيبقى صعب ان انا اخسره. فعلشان كده الراديوس الكبير سهل ان انا اخسر الالكترون، فبالتالي ما بعملش انرجي عاليه، تبقى الايونيشن انرجي قليله. اما الراديوس الصغير لا ده الالكترون ممسوك، فبيبقى صعب ان انا اخسر الكترون، فبالتالي بسحب ايونيزيشن انرجي عاليه عشان اخسر الالكترون لانه ممسوك جامد. فدايما الايونيزيشن انرجي عكس الراديوس، كل ما الراديوس صغر الايونيزيشن انرجي زادت. ليه؟ زي ما انا مليتك بالعربي، لان من الشمال لليمين الراديوس بيقل فالشد بيزيد فالايونيزيشن انرجي بتبقى عاليه. ما هو كل ما الراديوس صغر انت قربت مني فبقيت ماسك فيك جامد، فبقى عشان تهرب محتاج تعمل انرجي عاليه. ده الحته دي بمنتهى البساطه. فمن الشمال لليمين الراديوس بيقل فالايونيشن انرجي مالها بتزيد. طيب من فوق لتحت اكيد بقى العكس، وانت نازل لتحت الراديوس بيبدا ان هو يزيد. فطالما الراديوس بيبدا ان هو يزيد ساعتها ايه اللي بيحصل؟ لا طالما الراديوس بيزيد يبقى الايونيشن انرجي بتقل، لان وانت نازل الراديوس بيزيد فالالكترون بيبعد فبيبقى مش مشدود جامد فبيبقى سهل ان انا اخسره، فبيبقى عنده ايونيزيشن انرجي عاليه. يبقى من الشمال لليمين الراديوس بيقل فالايونيزيشن انرجي بتزيد. اما ان فيرتيكال جروب يعني من فوق لتحت الراديوس بيزيد فالايونيزيشن انرجي مالها هي اللي بتقل. تمام؟ دي كده حته الترندز في الايه؟ في البريودك تيبل خلصناها مع بعض، وطبعا دي الكونكلوجنز اللي احنا قلناها. عايزين بقى نتكلم مع بعض في حاجه في الايه؟ في الكونكلوجن دي. هو تتوقع مين المواد اللي عندها اصغر ايونيزيشن انرجي؟ اكيد المواد اللي في جروب 1 ايه. اشمعنى؟ لان اول عمود في البريودك تيبل اللي هو جروب 1 ايه ده اول عمود خالص، فده عنده اكبر راديوس فبالتالي عنده اصغر ايونيزيشن انرجي. طب مين المواد اللي عندها اعلى ايونيزيشن انرجي؟ المواد اللي في اخر عمود اللي هي النوبل جازز او اللي هي بيقولوا عليها جروب زيرو. ليه؟ ما هي دي في اخر عمود فعندها اصغر راديوس فبالتالي عندها اعلى ايونيزيشن ايه؟ انرجي. ده غير حاجه ان النوبل جازز دول كلهم اللي في الاخر بيتميزوا من اخر انرجي ليفل اوريدي مليان، فهم ولا عايزين يخسروا ولا يكسبوا، فبالتالي الايونيزيشن انرجي بتاعتهم عاليه قوي. تذكر الفيرست ايونيزيشن انرجي بتاعت النوبل جاز از فيري هاي. ليه؟ لان الراجل ستيبل مش عايز يخسر، فانت بتجبره انه يخسر، فعشان يخسر اول الكترون يا دوبك لسه بيقول بسم الله واول الكترون صعبه جدا. ليه؟ مش عايز يخسر، هو ستيبل. فعشان كده دايما النوبل جاز عندها الفيرست ايونيزيشن انرجي عاليه قوي قوي قوي. طب ليه؟ علشان خاطر هي ستيبل مش عايزه تخسر. فدي الكونكلوجنز اللي هو بيتكلم عنها. وهنا بقى دي الابنورماليتيز دي برضو ايه هشرحها لكم كده سريعا. بصوا بقى، بصوا الابنورماليتيز دي بتقول ايه. انا عايز بس اشرحها لكم في حته فاضيه فخليكم معايا. بصوا يا شباب، بيقول لي سعادتك هنا ايه؟
ان الفيرست ايونيزيشن انرجي بتاعت المغنيسيوم اعلى من الالومنيوم، رغم ان المغنيسيوم بيجي قبل منه. انا عندي هنا ام جي 12، يا رب يبقى المكان هنا ايه يكفي. وعندي بعد منه بيجي الومنيوم 13. الومنيوم 13. هو الام جي 12 دي لو عايز اوزعها بطريقه الاس اس هتتوزع ازاي؟ اس اس بس، صح؟ ودي لو عايز اوزعها هتبقى اس اس بس بي. الاس بتبدا من رقم 1 2 صح كده؟ بعد كده 3، والبي بتبدا من اول رقم 2. 2 2 6 2، وهنا 1 2 3، وهنا 2 بعد كده ايه 3 2 2 6 2 1. دي طريقه توزيعة الاثنين. بص بقى المستر عايز يقول لي هنا كان ايه، عشان هنا في تريكايه جامده قوي. بص معايا باشا، من الشمال لليمين الراديوس بي ال، فالمغنيسيوم لو اعتبرنا ان هو عنده راديوس كبير فالالومنيوم هيبقى عنده راديوس قليل. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. دي عايزين نخليها 12 بقى، الكتب عدل بقى وخلصي. دي 12 ودي 13. المفروض من الشمال لليمين الراديوس بي ال، فطالما ده عنده راديوس كبير يبقى ده عنده اي بي صغيره وده عنده اي بي عاليه، فالمفروض ان الايونيزيشن انرجي بتاعت المغنيسيوم تبقى اصغر من الالومنيوم. ليه؟ ما هو المغنيسيوم اكبر من الالومنيوم في الراديوس، فده معناه ان المغنيسيوم اصغر من الالومنيوم في الايونيزيشن انرجي. فهو هنا بيقول لك ان الايونيزيشن انرجي، الفيرست ايونيزيشن انرجي اوف مغنيسيوم is higher than that of ايه؟ الومنيوم. طب ازاي الايونيزيشن انرجي بتاعت المغنيسيوم تبقى اكبر من الالومنيوم؟ ده المغنيسيوم عنده راديوس اكبر، فالمفروض يكون عنده ايونيزيشن انرجي اقل. دي شكلها حته اب نورمال. ازاي؟ اكتب عندك قبل ما اشرح حاجه. لو السب ليفل مليان او نص مليان الماده بتكون مور ستيبل. اكتب كده ورايا، لو السب ليفل مليان او نص مليان الماده بتكون مور ستيبل. يعني السب ليفل دي اللي هي الشقق، اللي هي الاس والبي والدي والاف. يعني مثلا البي بيشيل 6، لو البي شايل 6 او 3، لو الماده عندها اخر سب ليفل مليان او نص مليان الماده بتكون مور ستيبل. فلو البي شايل 6 او شايل 3 ده يبقى مور ستيبل. طيب الدي لو شايل، الدي مثلا بيتملي ب 10، فالدي لو شايل 10 او شايل 5 الماده تبقى مور ستيبل. الاس لو شايل 1 او 2 الماده تبقى مور ستيبل. الاف لو شايل 14 او 7 الماده تبقى مور ستيبل. بس انت شغلك كله على الدي، فاكتب لو الدي سب ليفل شايل 5 او 10 الماده بتبقى ستيبل. الماده بتبقى ايه؟ ستيبل. بص يا باشا مصر معايا، بص يا باشا معايا ايه اللي بيحصل هنا. المغنيسيوم اخر سب ليفل عنده هو الاس شايل 2، يعني الاس مليان. وامير قال ان لو الماده عندها اخر سب ليفل مليان الماده بتبقى ستيبل. حلو قوي. هنا بقى الالومنيوم عنده اخر سب ليفل مش مليان، فالماده هنا unstable. طيب هنا المغنيسيوم ماده ستيبل، هل هنا المغنيسيوم عايزه تخسر؟ لا، اصلها ستيبل. طب وعشان تخسر طبعا هي مش ستيبل. ستابيليتي الانرجي ليفل اللي هو ابو 8 هي دي ستابيليتي بس على قدها شويه، عارف انت حاله من القناعه كده. يعني هي الاستابيليتي بتاعت الانرجي ليفل ابو 8 دي اعلى ستابيليتي، لكن هنا يا دوبك ده سب ليفل مليان. يعني هنا المغنيسيوم تعتبر ستيبل لان السب ليفل بتاعها الاخير مليان، فهنا المغنيسيوم مش عايزه تخسر الكترون، فعشان نخليها تخسر هنضطر ان احنا نكسب انرجي عاليه. فالفيرست ايونيزيشن انرجي بتاعت المغنيسيوم عاليه. هل هي اعلى من كل اللي بعدها؟ قال لك لا، هي يا دوبك اكسبشن اعلى من الالومنيوم بس. فلو قارنا المغنيسيوم بالالومنيوم هنلاقي ان المغنيسيوم اعلى بس من الالومنيوم في الايونيزيشن. هو ده مش المفروض الطبيعي انه يحصل، المفروض المغنيسيوم تكون اقل من الالومنيوم في الايونيزيشن. طب ليه المغنيسيوم اعلى من الالومنيوم في الايونيزيشن؟ عشان المغنيسيوم بتتميز ان اخر سب ليفل مليان، فده بيخليها ستيبل، فبيخلي الايونيزيشن انرجي بتاعتها الاولانيه اعلى شويه. طب اعلى من كله؟ لا، اعلى من الالومنيوم بس. خدها كده مني ياض واسمعها، المغنيسيوم ما يعملش راجل غير على الالومنيوم. بص، المغنيسيوم ما يعملش راجل غير على الالومنيوم، الاكسبشن ما بيجيش غير ما بين دول. الاصول بتقول ان المفروض طالما المغنيسيوم عنده راديوس كبير من الالومنيوم يبقى المغنيسيوم عنده ايونيزيشن انرجي اقل من الالومنيوم. دي الاصول. بس المغنيسيوم ده ما يعرفش الاصول، المغنيسيوم ده مشاها عافيه، عامل راجل على الالومنيوم يا عيني، فدايما الايونيزيشن انرجي بتاعته اعلى من الالومنيوم. طب ليه عامل عليه راجل؟ اصل للاسف عنده اخر سب ليفل مليان فقرفنا بيه مخليه ستيبل، لكن الالومنيوم غلبان ده انستيبل. فهمت القصه؟ فهمت. دي حاله شاذه اكسبشن بتحصل. هل الحاله دي موجوده تاني؟ موجوده تاني. موجوده تاني ما بين مين ومين؟ موجوده تاني ما بين الاكسجين والنيتروجين. عندك النيتروجين ان 7، عندك الاكسجين O8. لو جينا وزعنا الN7 هتتوزع ازاي؟ تعالى كده نمسح ده عشان ما نتقرفش. هتتوزع اس وهنقف عند البي.
حلو الكلام. وتتوزع بقى ازاي؟ 1 2 وهنا 2 2 2 4. الاكسجين الثمانيه بقى دي تتوزع اس اس بي برضه 1 2 والبي بتبدا من اول 2 2 2 4. ماشي. انا هنا عامل غلطه، دي المفروض 3. يا رب بقى اعرف امسح. لا مش عارف امسح. بصوا ده لو جه مسح بيمسح يعني، بص بيقفشها كده كلها. 1 اس 2 اس 2 بي 2 بي 3. انا اسف. بصوا بقى يا جماعه معايا، هو امير قال ان السب ليفل الاخير عند الماده لو مليان او نص مليان الماده بتبقى ستيبل. طب النيتروجين عنده السب ليفل الاخير البي شال 3. طب ما البي لو شال 3 ده يبقى نص مليان، فده يخليه ستيبل. يخليه ايه؟ ستيبل. هنا بقى الاكسجين عنده السب ليفل الاخير ولا مليان ولا نص مليان، فهنا هو ان ستيبل. فالنيتروجين بيجي بعد الاكسجين، فالمفروض النيتروجين ده راديوس كبير والاكسجين ده راديوس قليل، فالمفروض الاصول بتقول ان النيتروجين طالما عنده راديوس اكبر من الاكسجين يبقى النيتروجين عنده ايونيزيشن انرجي اقل من الاكسجين. المفروض ان النيتروجين يكون اصغر من الاكسجين في الايونيزيشن انرجي، بس احنا لقينا العكس. لقينا ان النيتروجين اعلى من الاكسجين في الايونيزيشن. طب ازاي؟ اصل النيتروجين عامل راجل على الاكسجين. طب ليه؟ اصل النيتروجين عنده اخر سب ليفل نص مليان، فبيخليه يا سيدي ستيبل، فبيخليه مش عايز يخسر اول الكترون، فعشان يخسرها بيضطر يسحب ايونيزيشن انرجي عاليه. على عكس ده انستيبل بيخسر اول واحده عادي، فعشان كده الايونيزيشن انرجي بتاعته قليله. طب هو ده الايونيزيشن انرجي بتاعته عاليه، هل اعلى من كل اللي بعده؟ لا، ده اعلى من اللي بعده بس اللي هو الاكسجين، ما يعملش راجل غير على الاكسجين. طب والاكسجين هل الايونيزيشن انرجي بتاعته اقل من كل اللي قبلها؟ لا يا عيني، دي اقل من النيتروجين بس. يبقى عندي مادتين هما الاكسبشن، المغنيسيوم اعلى من الالومنيوم والنيتروجين اعلى من الاكسجين، واللي بيخلي المواد دي اعلى من اللي بعدها في الايونيزيشن انرجي هو ان المواد دي عندها اخر سب ليفل يا مليان يا نص مليان، فده بيخلي الايونيزيشن انرجي تزيد زياده مفاجئه. كده احنا فنشنا مع بعض الدرس الثالث في شابتر 3 بريودك تيبل. تمام كده يا شباب. الدرس ده كان بعنوان ايونيزيشن انرجي شابتر 3 بريودك تيبل. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا كويس. زي ما قلت لكم البي دي اف بتاعي هيبقى موجود على جروب الفيسبوك بتاعتنا امير سلامه كوميونتي او جروب التليجرام، واي طالب عايز يشترك معانا اونلاين عشان يتابع فيديوهات الحل يبعت لنا على الواتساب على الارقام اللي بتبقى موجوده في الديسكربشن، او يبعت لنا على صفحه الفيسبوك. وما تنسوش تبعتوا الفيديوهات دي لاصحابكم. حرفيا بنشرح الدرس كله في نص ساعه او ساعه الا ربع، حاجه لا تذكر يعني بدل الفيديوهات الطويله الممله دي. انا هنا بلم لكم كل حاجه، وجربوا اسمعوا هنا واسمعوا هنا وشوفوا، هتلاقوا ان انتوا واخدين نفس كل حاجه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا يا طلبه ثانيه ثانوي، وما تنساش تشير الفيديو ده لكل اصحابك، وما تكسلش تبعت لنا على الواتساب وتخش على التليجرام عشان تحمل الملزمه. بالتوفيق واشوفكم على خير الحصه الجايه. باي باي شباب ثانيه ثانوي.